اكتر حاجه اتعلمتها سد ودان لغايه رابع فيلم كان هوايه. ده 7 دول، ده المحظوظ، ده في ناس اسوأ من كده بكتير. يعني اي هوب اكون في الفيلم عرفت اوصل قد ايه الموضوع ده مرعب. كل الناس اجمعوا على جمله واحده: لو رجع بيك الزمن مش هعمل حاجه. اهلا بيكم في حلقه جديده مع مصري في القاره الامريكيه. فيلم مصري تم اخراجه هنا في امريكا مع المخرج بيتر داكل. هنعرفكم دلوقتي مين بيتر، ده غير ان احنا هنتكلم عن ميديا اد ستوديوز. بيتر عامل ايه؟ ده احنا هنتكلم كتير قوي كده. احنا كده هنتكلم كتير. يلا اولا بينا. انا عايز اقول لك برافو على الفيلم ده. الفيلم اي حد ما اتفرجش على الفيلم، هو الفيلم احنا اتعرض هنا في كاليفورنيا وهيلف في جميع الولايات في امريكا، فانت لو مستني تشوف الفيلم ده هيروح نيويورك ونيوجيرسي وتكساس وفلوريدا وكمان ميشيغان واوهايو وشيكاغو. فبيتر عرفنا بنفسك الاول، بقالك قد ايه هنا في امريكا؟ بص يا سيدي، انا بيتر تاكلا، مخرج مصري امريكي، بقالي داخل في 16 سنه. 16 سنه. الايام بتجري، ارقام كبيره، الرقم نفسه يخض في حد ذاته. اوكي. وابتديت في البلد دي زي ما اي حد ابتديت اشتغل كده شغل، او بيسموه كاجوال جوبز. عملت معادله صيدله بقى وكملت في الصيدله، وبعدين بقى ايه، اشتغلت في موضوع الافلام. عملت اول فيلم من 2019 ابتديت فيه واتعرض 2021، ومن وقتها عملت سو فار 12 فيلم. ودلوقتي الموضوع خلاص بقى ده الشغل اللي انا بعمله، وبعملها از ماتش از كان بروفيشنال. طبعا كل مره بتعلم من اخطائي، بعمل اخطاء جديده بس بتعلم منها بعد كده اند سو اون. يعني سو فار توتال 4 افلام اتعرضوا في السينما، افلام روائيه طويله و8 قصيرين. جت منين فكره فيلم 40 يوم؟ بص، فكرة 40 يوم، انت لو اي حد سمع القصص بتاعت الناس اللي بتحاول تدخل امريكا بالشكل ده، بيقول لك دي قصة فيلم. الاعلامية ميرا فيكتور هي اللي كانت بتتعامل مع يعني القصص دي، وحست ان الموضوع فيه بوتنشال لقصة فيلم، مش انترتينمنت بس، مش انترتينمنت بس، توعية اكتر. في رساله في فيلم. رسالة قوية جدا في الفيلم ده. عشان دي حقيقه، عشان انت فعلا زي ما عايش انت بالظبط. قلت، انت ما بتسمع حد هنا كمان لما تقابل حد يقول له انت جاي ازاي، يقول لك انا جيت عن طريق 7 دول، فانت بتقول له انت ازاي جيت اصلا وازاي عشت. ده 7 دول، ده المحظوظ، ده في ناس اسوأ من كده بكتير. شي ابروش مي بالقصه وعجبتني الفكره قوي، وبعد كده غبت شويه بقى، اشتغلت، قعدت اكتب في السيناريو والحوار والشخصيات والتفاصيل دي كلها. اتحمست جدا جدا للفكره، لان حسيت زي ما قلت لك، هو الموضوع مش انترتينمنت بس ومش متعه ان انت بتتفاعل مع ناس، سواء يوصلوا او ما يوصلوش. الموضوع بقى اكتر من انت بتقدم رساله توعيه. واللي زود الموضوع ده اكتر الناس اللي اتكلمت معاهم. اتكلمت مع ناس كتير طبعا بدون ذكر اسماء، يمكن مش اقل من 20 شخص جم على الطريق ده، وتسمع بقى قصص مرعبه جدا. يعني اي هوب اكون في الفيلم عرفت اوصل قد ايه الموضوع ده مرعب. برضه ناس قاعده في سينما وبتاكل فشار وبتتفرج على فيلم، غير ناس يعني غير لما تكون عايشه الواقع نفسه. صح. فعلا صعب جدا. وفي حاجات كمان انت ما قدرتش توريها في فيلم، ان هم بيجوا عن طريق البحر وفي ناس بتتبهدل في الغابات وعصابات بقى بجد. يعني انت حاولت على قدر الامكان ان انت فعلا توصل رساله، بس محدش هيعرف فعلا يحس بالموقف ده غير لما يكون فيه. الواقع أسوأ. بالظبط. الواقع أسوأ. يعني بالظبط. برضو لما الدراما دخلت في الموضوع هونت شوية الموضوع، لكن الواقع سيء جدا. الحاجة كمان اللي حمستني ان اخلي الموضوع يمكن على قد ما اقدر قوي، ان كل الناس اجمعوا على جملة واحدة: لو رجع بيك الزمن مش هعمل حاجة. ما كانوش يعرفوا ان الموضوع صعب. حتى في جملة، والجملة دي انا كنت قاصد اكررها مرتين، هي اتكررت مرتين في الفيلم، مرة بالعربي ومرة بالانجليزي، اللي هو احنا كنا متخيلين ان احنا كنا بيقولوا لنا الموضوع ده صعب، بس ما كناش عارفين انه صعب قوي كده. والتكرار ده كان مقصود علشان يعني توصل الفكرة كل الاشكال. فده اللي حمسني انا اشتغل على الفيلم، واشتغلت فعلا، وزي ما تقول حطيت كل خبرتي بقى السابقه في اللي اتعلمتها والاخطاء اللي غلطتها قبل كده في الفيلم ده، لغايه ما طلع بالشكل اللي انت شفته والناس شافته. اي حد عايز يتفرج على فيلم 40 يوم تاني، الفيلم بيتكلم عن الناس اللي بتيجي من مصر لامريكا عن الطريقه غير شرعيه. الفيلم زي ما قلنا اتعرض في كاليفورنيا، الحلقه دي هتنزل الاسبوع اللي بعده، هيكون نازل في نيويورك ونيوجيرسي. اللينك هيكون عند ميديا اف، هنحط اللينكات برضو في البايو، بحيث ان انتوا لو عايزين تتفرجوا على الفيلم. طيب احكي لنا بقى قصه ميديا اف. يعني انت دلوقتي انت قلت خلاص انت واخد الاخراج از سكند جوب، جت منين فكره ميديا اف؟ من هنا. اوكي. انا في الاول، اول ما عملت اول فيلم، ودي كانت برضو حركه مجنونه جدا، كان اسمه ذا لاست تيرن او الدور الاخير. كان مجرد واحد هاوي طلع في دماغه ان هو هيعمل فيلم، واول ما ابتديت بفيلم طويل، ودي كانت حاجه جريئه جدا يعني. طبعا مش هقول ان هي كانت حاجه صح او مش صح، لان انا ستيل شايفها صح، لان اللي بتتعلمه في الفيلم الطويل زي ما بتتعلمه في 10 افلام قصيرين. فانا اتعلمت، كان في اخطاء كتير، اتعلمت منها كتير. بعد ما خلص الفيلم ده آه، حبيت الموضوع جدا لدرجه قلت لا، انا مش انا الفيلم من بعد كده انا مش هبقى واحد هاوي بيعمل الافلام، انا هعمل الشركه دي. ابتديت شركه ميديا افنيو، كان معايا شريك صديق، وستيل احنا اصحاب واصدقاء وكل حاجه، بس يعني فور سام ريزون ما كملناش في الشركه. انا كملت بقى في الموضوع، وحبيت ان الشركه دي تعمل كل حاجه.
من اول فيديو صغير لغايه فيلم كبير. فحبيت ان احنا نبقى فول برودكشن هاوس. ومن زمان قوي 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 كان نفسي في الطموح اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. احنا دلوقتي قاعدين في اللوكيشن بتاع الشركه، في الاستوديو بتاع الشركه. طبعا لسه المكان واخدينه ملناش يعني كام شهر ولا حاجه، بس من زمان انا عيني على الحته دي. كنت عامله في جراج البيت، يعني جايب كمبيوتر وبتاع وبصور و... ويعني لو ناس تعرفني كويس هتبقى اوريدي عدت على الجراج ده somehow يعني. كنت بعمل هناك الميتنجز بتاعتي وبعمل هناك التصوير والبرودكشن كل حاجه. لكن كان طموحي ان انا يبقى عندنا الشركه دي. دلوقتي الشركه دي كبرت، بقت الشركه اللي بتعمل تقريبا ال 12 فيلم اللي فاتوا، سواء انتاج او بوست برودكشن. يعني في حاجات ما كانتش انتاج الشركه بتاعت ميديا افنيو، بس انا كنا بنعمل بوست برودكشن، وعملنا فيديوهات وعملنا ميوزك فيديوز وعملنا اعلانات وعملنا حاجات كتير قوي. دلوقتي بقى دخلنا في ليفل تاني اكبر. كان نفسي يبقى عندي ماي اون ستوديوز، وده اللي انا شغال عليه دلوقتي. ان احنا عندنا الاستوديو بتاعنا وبنعمل دلوقتي حاجه اسمها مالتي سيت. اللي عايز يصور في مستشفى، اللي عايز يصور في سجن، اللي عايز يصور في كلاس روم، اللي عايز يصور في whatever. يعني بعمل سيتس كتير دلوقتي لسه اندر كونستراكشن. بس ده الطموح ان احنا ناخد الشركه دي لليفل تاني. فعشان كده بقول لك خلاص الموضوع ما بقاش هوايه خالص خالص، بقى جوب، بقت شغلانه. ف بقى جاي الشغل خلاص، ما بقاش ايه، بقى. طب قول لنا ايه الخدمات اللي ميديا اب ممكن تفرجها او سوري ممكن تقدمها لاي حد بيتفرج على الحلقه دي؟ اوكي، ميديا افن ستوديوز دي هنسميها فول برودكشن هاوس او وان ستوب شوب للفيديو برودكشن. اي فيديو من اول فيديو صغير، ميوزك فيديو، اعلان، كوميرشال، لغايه فيلم ارتست او بيغني وعاوز يعمل ميوزك فيديو، مجموعه شباب عاوزين يعملوا فيلم وبيدوروا على لوكيشن يصوروا فيه. عندنا اللوكيشنز، ناس عندها فكره فيلم وعندهم بادجت معين عايزين يشتغلوا فيه، احنا بناخد الفكره بالبادجت ونعمله لغايه ما نوصله للبيج سكرين، او لو فيلم قصير لغايه الفيستيفالز. ايفنت رينتلز، ممكن نعمل ايفنتس. كل ما هو متعلق بالميديا والفيديو برودكشن والحاجات دي كلها، دي بتاعتنا، ده شغلنا بقى، ده اللي احنا بنعمله. عندنا التيم بتاعنا بيعمل كل حاجه، وعندنا كمان سيستر كومباني دلوقتي اكسكور ماركتنج، كولابوريشن مع بعض ان يبقى في زي ما بيقولوا وان ستوب شوب. يعني عاوز ماركتنج ايجنسي موجود، عاوز نعمل فيديو وعندنا اللي ماركت، او اللي عندنا ماركتنج ايجنسي نعمل له فيديو اند سو اون. كل الحاجات دي موجوده. اي حد بيتفرج على الفيديو ده حابب يعمل فيلم، حابب يعمل بودكاست، حابب يصور فيديو مزيكا، حابب يصور اعلان لمنتج، زي ما قال لكم اي حاجه ليها علاقه بالتصوير، الحل عند ميديا اب ستوديوز. بالظبط. ومش كده بس، احنا في حاجات تاني لسه، في لاين تاني يعني اتفتح قريب. احنا بنعمل حاجه اسمها ماس تي في او ميديا افن ستوديوز تي في. ده احنا دلوقتي بنعمل الاندبندنت فيلم ميكرز اللي هم عندهم افلام كتيره، وتقريبا الافلام دي ما راحتش اي حته يمكن غير اليوتيوب، او راحت فيستيفالز وخدت حاجات كويسه. فاحنا بنعمل بلاتفورم اوريدي اب اون لايف دلوقتي، بلاتفورم للفيلمز دي، ان احنا نجمعها كلها في مكان، ويبقى عندنا كاستمر ان هو يشوف الافلام دي. فده لاين تاني احنا فتحناه للفيلم ميكرز وللمشاهد. عايز اتفرج على افلام قصيره، عايز اتفرج على حاجات كده خفيفه. حاجات ما خدتش الشوت اوت بتاعها من الاخر، بالظبط. وممكن تكون حاجه حلوه بس ما حدش عمل فيها الضجه اللي انت بتشوفها. سربرايزنجلي انا عايز اقول لك، انا اوريدي في افلام، يعني مجموعه افلام نزلت الفتره اللي فاتت عليها، وكلها افلام حلوه، افلام قصيره ومعموله. ممكن في افلام معموله في مصر بامكانيات بسيطه جدا جدا جدا، لكن فعلا في حاجات مؤثره وحاجات حلوه. يعني ام اكسايتد ان انا اتفرج عليها، واكسايتد ان انا اشير المعلومه دي. فانا شايف ان احنا يعني غير ان احنا بنخدم الناس اللي عاوزه تعمل فيديوز وكده، احنا بنخدم كمان فيلم ميكرز، ان احنا نكولابوريت مع بعض الافلام بتاعتهم. ايه الصعوبات اللي انت واجهتها في الاخراج او من ساعه ما بدات في التصوير؟ لا ما تعدش. يعني اكتر حاجه اتعلمتها او احنا كده عايزين 4 حلقات مثلا. اكتر بص لازم الانسان فينا مش بس في العمل، في الحياه عامه انت بتواجه صعوبات وبتتعلم. زي ما انت قلت انا بتعلم، وده يمكن اللي بيخليك كل مره ايه انت بتعمل افلام وان شاء الله توصل للعالميه يا بيتر. احنا كلنا وي بليف ان يو يا بيتر. حبيبي ربنا يخليك، وده اللي مخليني مكمل على فكره. والله لا انت بجد ما شاء الله عليك. الناس كلها اعلى حاجه ان انت بتكمل. انت مهما كان مين بيوقفك انت بتكمل، انت بتقوم وتكمل وتجري وتتعلم وتجري تاني. فايه اكتر او بلاش صعوبات، ايه الدرس اللي انت اتعلمته من ساعه ما بدات الاخراج؟ درس علمك حاجه؟ تقريبا الدرس اللي انا اتعلمته هو اللي انت لسه قايله دلوقتي. اكتر حاجه اتعلمتها سد ودانك.
بجد. وانا بقول للناس يعني اللي عايزه تعمل حاجه سد ودانك، صح. لان انت هتسمع كلام محبط، وهتسمع ناس مش عايزه تشوفك بتوصل لحاجه. اكيد. ولو انت وصلت لحاجه ممكن يقللوا منها جدا. انت لما بتعمل حاجه بتبقى شايف ان هي اكبر حاجه في الدنيا، مش عشان هي اكبر حاجه في الدنيا، علشان انت بالنسبه لك دي حاجه كبيره انت عملتها. صح. فبتلاقي حد مثلا يقلل منها او منك، فانت بتلاقي نفسك بتحبط. لا، سد ودانك على الكلام ده، كمل، حط عينيك على هدفك. ده اللي انا اتعلمته، حط على هدفي، تركيزي على هدفي، انا عايز اوصل لكذا هوصل له. سواء بقى في مشكله، في حاجه مش مظبوطه، احنا تمام. اتعلمت يعني مثلا علشان تعمل تقريبا، او اي حد في الفيلم اندستري عارف يعني ايه فيلم يتعمل طويل روائي يوصل لشاشة السينما، ده قد ايه موضوع كبير وصعب جدا 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 جدا. والا كان اي حد ممكن يعمل اي فيلم كل يوم يعني. صح. فانت بتشوف تشالنجز كتيره جدا جدا جدا، وفي الاخر ممكن حد يقول لك لا مش يعني مش ده اللي انا، او يقول لك بقى اي حاجه سواء. فممكن حد يسمع الكلام ده ويحبط، لا يا عم انا كده انا مش قادر اكمل وبتاع. وفي حد يقول لك لا، اوكي انا اتعلمت، انا غلطت بس هكمل، بس يكفيني فخرا وشرفا ان انا عرفت احول الورقه اللي في ايدي ده شويه ورق لحاجه تتشاف موجوده على شاشه السينما. هل في هل في كلمه حد قالها لك معلقه في دماغك مخليك واخد الباور وان انت تكمل؟ في 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 ايه في الكلمه؟ في كلام كتير كويس كلمه، ايجابي. قول لنا كلمه. الكلمه برضو اللي انت لسه قايلها دلوقتي اللي سمعتها من اكتر من حد، لو وي بيليف ان يو. لما حد بيقول لك وي بيليف ان يو، معنى كده ان انت لو عملت حاجه في ناس هتقول لك تعالى نتفرج، او احنا يعني انترستد نشوف شغلك، غير لما يتقال لك العكس. صح. وبرضو بنفس المعنى يعني، برضو بتقول احنا في ظهرك، احنا معاك، احنا مبسوطين باللي انت بتعمله وكمل. في كلمة كده اتقالت لي، انا حاسس ان انا لو قلتها يعني بدل نفسي وضع زيادة قوي، بس فعلا I like it. يعني لما حد بيقول لي you're inspiration، اللي هو يعني اللي انت بتعمله احنا عايزين نعمل زيه كده. مش بقولها كده كتعظيم ولا حاجة، بس فعلا اصل الكلام هي ده. مش خطوه، هي خطوه تاني. ما انت اه انت هنا في كاليفورنيا بالذات، انت محيتين السينما في الدنيا كله، في العالم كله. بالظبط، انت بتحارب مع مين يابا؟ بالظبط. فانت اي حد تاني بالعكس، انت في ناس ممكن تيجي حتى مش شرط مخرجين، حتى ممثل او مغني يجي هنا يقول لك انا هعمل ايه، انا داخل ناحيتين. اصل هنا الناس اللي بيحركوا السوشيال، مش السوشيال ميديا، اللي بيحركوا الفن كله في العالم هنا موجودين في كاليفورنيا. فانت ما خفتش، انت ما خفتش، انت بدات، اتعلمت، وقعت، قمت تاني وجريت وكملت، ولسه عامل فيلم ان شاء الله هيكسر الدنيا، هيكسر امريكا، ولسه في حاجات كمان ميديا. فده درس. ده الشخص اللي قالك انت انسبيريشن، لا ده انت بجد، انت بتدي انسبيريشن للناس. انت تعالى وكمل. حبيبي. بالعكس انا عايز اقول لك موضوع داخل على الحيتان ده يعني ممكن يكون مرعب، بس لو بصيت له من ناحيه تانية هتلاقي الموضوع مختلف جدا. يعني انا لسه من كام يوم عامل بوست كده مصور صوره الفيلم بتاعي 40 دايز في السينما، وتحته ميشن امبوسيبل، وتحته فاينل ديستنيشن، وتحته كاراتي كيد. انت متخيل الفيلم؟ يعني الفيلم بيتعرض مع الافلام دي، طبعا دول حيتان، طبعا مفيش مقارنه باي شكل من الاشكال، بس انت وصلت لمرحله ان انت عملت فيلم جنب الناس دي. صح. انت صغير بالنسبه لهم جدا، مفيش مقارنه اصلا، بس ان الفيلم ينزل في البوكس اوفيس بنفس الشكل ده مع الناس دي، انت في حاجه. صح. يعني انت بتقول يا جماعه انا موجود اهو، شوفوني اهو. صح. صح. فدي يمكن دي برضو اللحظات اللي بتخلي الواحد يشتغل علشانها يعني. اي حد بيتفرج على الفيديو وحابب يخش في مجال التمثيل او مجال الاخراج، اتعلمه. ما تخافش، امريكا ارض الفرص. بليف في نفسك، بليف في الناس اللي معاك، التيم اللي معاك، وكمل واستمر. وان شاء الله تشوفوا شغل تاني بيتر او ميديا اب ستوديوز هيعملوه الفتره الجايه. طب نقول للناس ايه، يستنونا طب في حاجه مع بعض ولا ايه؟ استنونا في حاجه مع بعض. يستنونا حاجه مع بعض في مفاجاه كده جايه لسه في الفرن. في الفورم. لسه هنبتدي كده نعمل المكونات، نحطها في الفرن وتطلع، ويا رب تعجبكم. يلا بينا. يلا شكرا بينا. ليك يا بيتر، وكان فرصه سعيده، وان شاء الله استنونا في حلقه تانية مع مصري في القاره الامريكيه. وشكرا للسكور. شكرا طارق، وشكرا المصريين في امريكا، وشكرا مصري في القاره الامريكيه، وشكرا اكسكور، وشكرا لكل التيم اللي وقف معايا. معلش انا هطول في الحته لا دي، اتفضل. كل التيم اللي وقف معانا في الفيلم، لان انا عايز اقول واكد ان النجاح مش نجاح بيتر بس، وان الفيلم
هو الفيلم بينسب للمخرج، لكن المخرج من غير كل التيم ولا حاجه، ولا حاجه، من غير منتج ولا حاجه، من غير ممثلين ولا حاجه، من غير اديتور ولا حاجه، من غير ماركتينج ولا حاجه، من غير ما تعدش بقى صوت مزيكا، كل الحاجات دي ولا حاجه، من غير اودينس ولا حاجه. انت ممكن صح. تعمل احسن فيلم في الدنيا ما فيش اودينس. صح. فانا برضو عايز اشكر الاودينس، الناس اللي جت، وعايز اشكر الناس اللي ما جاتش، لان في يوم من الايام هحكي حكايه واقول ان انا كنت عايز الناس دي تيجي وما جاتش، وجات ناس تاني. صح. ف عايز اشكر كل الناس اللي وقفت معانا في الفيلم ده، من اول ما ابتدينا في الفكره لغايه ما وصل على الشاشه. عايز اشكر شكر خاص للاتحاد العام المصريين للخارج، لان هم فعلا دعمونا، وهم كانوا بيقولوا الجمله بتاعت احنا في ظهرك استاذ رأفت. فالكلام ده برضو بيشجع شويه. طبعا لو قعدت اشكر كل الناس مش هخلص، بس انا from A to Z كل الناس اللي اشتغلوا معانا في الفيلم ده او اشتغلوا في ميديا افينيو، احنا ما كناش هنوصل للي احنا وصلنا له ده من غيركم.